ديال الفريق الرجاء الرياضي. شوف المتابعه من جانب اللاعب زكريا حدراف، صعب عليه المهمه هذه. كره تفتك مشات خطيره لفائده فريق الرجاء الرياضي، خطيره 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 خطيره. جول محمود بن حليب. محمود بن حليب عاد إليكم من جديد. محمود بن حليب عاد إليكم من جديد، وعادت الفرحة لأنصار الأشياء. انتظار حتى حدود دقيقة 43 يجي الهدف من جانب محمود بن حليب. كان له دور كبير في هذه الفرصة وتمكن من خلال فريق الرجاء الرياضي من تسجيل الهدف. شوف الهفوة، شوف الخطأ اللي جاء من طرف امين لمسن، وشوف كيف تم استثمارها من جانب الشاكر. عطى كرة على الطبق من ذهب، لعبها مرة أولى والثانية. قلت محمود بن حليب عاد إليكم من جديد، لاعب اللي قلت يبحث اليوم من أجل تقديم الإضافة لخط هجوم فريق الرجاء الرياضي، وبالفعل يتمكن من تسجيل الهدف الرابع له بقميص فريق الرجاء الرياضي. الرجاء هدف الثاني هو الذي سيؤمن النقاط. نشوفوا محاولة خطيرة مشات للرجاء من جانب محسن يسور. يسور جول. الجوليادور يسجل الهدف ويمنح ويعبد طريقا صح التعبير للرجاء من اجل كسب النقاط الثلاث. هو الهدف السابع لمحسن يجر، هو الهدف السابع لمحسن يجر الذي يرتقي في سلم الترتيب، يرتقي للمركز الاول مناصفه مع النغمي مهاجم اتحاد طنجة والداودي لاعب فريق الحسنيه. لاسيست جاء من جانب من جانب اللاعب عبد الله الحفيظ اللي يمنح التمرير الحاسم الخامس لعناصر فريق الرجاء الرياضي في هذا الموسم. 5 تمريرات حاسمه للحفيظ وكذلك لزكريا حدراف. والهدف السابع لمحسن يجور يسجل الهدف ويتمكن من هزم الحارس رشيد كوكب